السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شهوة ريحانة كما نقدم لكم ياغورت صنع منزلي. كما كتلاحظوا الشكل ديالو كيجي رائع جدا وسهل التحضير. ان شاء الله تجربوا وينال اعجابكم. سبق لي وقمت بادراج الريب المنزلي ايضا، وكانت ليه تطبيقات كثيره نزولا عن طلب ديالكم تحضير ياغورت منزلي. هذا هو الشكل ديالو في الصور. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو عندنا لتر ديال الحليب السائل، حليب ديال العلب اللي كيتباع فقط. عندنا علبه ديال ياغورت طبيعي بدون نكهه، استعملت ياغورت مسوس وزن 110 غرام، ممكن تستعملوا نكهه الفانيلا. سكر حسب الذوق ما يعادل 3 ملاعق كبيره بالنسبه ليا. عندنا كيس ديال سكر فانيلا. الا كنتو غتستعملوا ياغورت بنكهه الفانيلا كتستغناو على الكيس ديال السكر فاني. هادشي كيبقى اختياري، انا استعملته ياغورت طبيعي بمعنى مسوس بدون نكهه. غادي نضيف على الحليب السكر اللي كيبقى حسب الذوق، يمكن لكم تنقصوا يمكن لكم تزيدوا. كنضيفوا كيس ديال السكر فانيلا وغادي نوضعوه فوق النار حتى كيوصل لدرجه الغليان، بمعنى كيفيض. هو من الافضل نستعملوا معاه السكر باش كيذوب لنا وكنتفاداو اي تكتلات اللي كتكون لنا في الحليب. من بعد انا غادي نصفيه، غادي تشاهدوا كل شيء يعني في الفيديو. بعد ما كيغلى الحليب كناخذوا مقدار 2 مغارف تقريبا، كنضيفوها على الياغورت. وضعته في اناء اخر يعني باش نضيف ليه الحليب، وغادي نحرك جيدا الياغورت مع الحليب باش كينسجم ليا. كنحركوه مزيان، كنأكد يعني كتحركوه مزيان حتى كتنسجم العناصر مع بعضها. كنصفي الحليب السائل اللي فيض، ضروري ما تصفيوه باش كنزولوا اي شوائب كتكون لينا في الحليب وقت الغليان. انا كناخذو كنصفيه كما كتلاحظوا. غادي نضيف ليه الياغورت اللي خلطت مع الحليب السائل، كنضيفوا هذاك اللي خلطنا ومن بعد كنحركوا الكل جيدا. كنحتاجوا الكؤوس ديال الزجاج من الاختيار ديالكم سواء صغار ولا كبار. انا استعملت هادو كبار، خديت 5 ديال الكؤوس. غادي نفرغ الكميه ديال الحليب اللي خلطنا معها الياغورت وباقي المكونات، كنفرغوها في كؤوس. انا هاد الكميه اللي كتعطيني 5 ديال الكؤوس، راهم من الحجم الكبير. غادي نفرغ الكميه كلها كما كتلاحظوا. هنا كنحتاجوا الماء مغلى بمعنى ماء طيب، كنفرغوه غير من الجوانب ديال الطنجره. كما كتلاحظوا انا استعملت طنجره عاديه وليس طنجره ديال الضغط، ممكن تستعملوا الطنجره ديال الضغط. ضروري الماء ما كيفوت لينا غير نصف ديال الكؤوس، يعني حاولوا الماء ما يطفوش على السطح ديال الكؤوس، يعني كيكون غير فوت النصف. نغطيو الطنجره بالبلاستيك الغذائي او بقطعه ديال الثوب وكنخليوه في المطبخ في مكان دافئ تقريبا من 5 إلى 8 ساعات على حسب الجو. في حالة كان الجو بارد كتبدلوا هذاك الماء مرة أخرى، يعني كتفرغوه وكديروا ماء مغلى آخر وكتبدلوه ولا كتدخلوه الفران. هذا هو الشكل ديالو. كما كتلاحظوا كيجي عاقد جدا، راه وصفة ناجحة 100% كما كتلاحظوا. وكتدخلوه للثلاجة كيبرد وكتقدموه بالصحة والراحة لأفراد الأسرة ديالكم. كيف ديما الى عجبكم الفيديو وضع لايك وانضمام للقناه. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على الجروب ديالي في الفيسبوك، انا نشأت جروب جديد ومرحبا بكم فيه. انا غادي ننزل لكم الرابط ديال الجروب اسفل الفيديو. في امان الله.